ازيكم؟ معكم نهله عبد الواقي، اخصائيه نفسيه. في البودكاست بتاع النهارده هتكلم معاكم فيه عن الاكتئاب. قبل ما ابدا حابه ان انا اشكر كل حد بارك لي على رخصه مزاوله المهنه بتاعه العلاج النفسي. شكرا لكل حد خد من وقته وبارك لي، مع انها يعني جت متاخره شويه، بس على حسب بس ما صورت الفيديوهات، لان كانت كل الفيديوهات اللي فاتت كانت متصوره من شهر 11 اللي فات، والفيديو ده تقريبا يعني على حسب هتشوفوه امتى، بس الفيديو ده متصور من اول شهر واحد. فشكرا لكم كلكم، ومش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا في البودكاست بتاعنا النهارده. اول حاجه خالص هنتكلم عن الفرق بين الاكتئاب والحزن، وايه هي انواع الاكتئاب، وايه هي الاعراض الخاصه بالاكتئاب، وايه اللي بيميز كل نوع عن التاني، ايه هي طرق علاج الاكتئاب، وايه طرق الوقايه من الاكتئاب. يعني من الاخر كده ازاي ان انا احصن نفسي ان انا فعليا ما يجيليش اكتئاب. في كل الكلام ده كله هنتكلم فيه في الفيديو ده. ايه الفرق بقى بين الاكتئاب وبين الحزن؟ ساعات كتير بنسمع نشوف ناس تبقى زعلانه كده شويه زعل بسيط، تيجي تقول لك انا مكتئب او انا مكتئبه. هل الكلام ده صح فعلا؟ وهل فعلا في فرق ما بين الزعل العادي وما بين الاكتئاب؟ ايوه فعلا في فرق بين الاثنين. الحزن ده وضع طبيعي هيحصل لنا كلنا، هنحزن، هنفرح، هنغضب، طبيعي جدا ان احنا هنتاثر بكل الحاجات اللي بتحصل حوالينا. والزعل العادي هياخد وقته، هنزعل شويه وبعد كده الزعل ده هياخد وقت، وبعد كده بنرجع لوضعنا الطبيعي واليومنا الطبيعي بشكل عادي جدا. لكن الاكتئاب بيكون عكس كده تماما، انا مش بس بزعل شويه، لا ده زعل بيكون زعل شديد جدا 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 جدا، مش بعرف او ان انا مش بقدر بمعنى صح ان انا اروح شغلي، اروح دراستي، امارس يومي الطبيعي او روتين يومي العادي اللي انا متعود عليه. ابسط الحاجات في يومي ما بقدرش ان انا اعملها. طب ده عشان ايه؟ ببساطه كده احنا بيكون عندنا كيمياء في مخنا بتكون مسؤوله عن الانفعالات بتاعتنا، فلما بنزعل زعل شديد جدا ده بيخلي ان يحصل خلل في الكيمياء بتاعه المخ اللي بتكون مسؤوله عن الانفعالات بتاعتنا، ممكن يوصلني ان انا فعلا يجيلي اكتئاب. فنلاقي ان احنا يحصل لنا شويه الاعراض اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، اللي هي بقى ايه هي اعراض الاكتئاب. اول عرض من اعراض الاكتئاب انعدام الطاقه، او احس ان انا مش قادره اعمل اي حاجه خالص، اتعب من اقل مجهود، انا بقى مش قادره اعمل حاجه وفعلا ان انا ما عنديش طاقه. على فكره الشخص اللي بيبقى عنده اكتئاب ويقول ان انا مش قادره اعمل حاجه، ده حد مش بيتدلع، هو فعلا مش قادر، او هي فعلا مش قادره تعمل الحاجه اللي هي عايزه تعملها. وتحسوا ان يعني الحاجه بتتعمل على القد على قد يعني الحاجه كمان بتتعمل بالعافيه جدا. حزن شديد جدا جدا، مش الزعل العادي كده اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو بزعل شويه وبعد كده برجع ليومي الطبيعي، لا زعل شديد ومستمر لمده طويله. مشاكل في التركيز، الاقي ان انا مش قادر اني اركز، مش عارف اركز كده في الحاجات العاديه زي الحاجات اللي ليها علاقه بالمذاكره، الحاجات اللي ليها علاقه بالشغل، مش عارف كده اجمع كده الحاجه بتاعت اليوم بتاعي الطبيعي. احس باوجاع جسميه، واحس ان انا جسمي بيوجعني من اقل مجهود. احس ان انا مش عارفه انبسط زي البني ادم الطبيعي. لو في حاجات كنت بعملها قبل ما يجيلي اكتئاب والحاجات دي كانت بتخليني احس ان انا مبسوط، لو جيت عملت نفس الحاجات ديت احس ان انا مش قادره انبسط نهائي. اضطرابات في النوم، نوم كتير جدا او نوم قليل جدا جدا. مشكلات في الشهيه، اما ان انا اكل كتير قوي او ان انا ما اكلش خالص. وناس كتير بنسمعهم يجوا يقولوا ايه ماليش نفس ان انا اكل، او من كتر الزعل انا مش ببطل أكل. طبعا بقى عم اعراض الاكتئاب كلها الافكار السلبيه، ان انا الاقي ان انا بيجي لي كميه من الافكار السلبيه عن نفسي وعن حياتي وعن مستقبلي وعن الماضي وعن الناس اللي حواليا. من شده الافكار السلبيه احس ان انا شخص فاشل جدا، ان انا مش قادر اعمل حاجه ومش عارف اعمل حاجه، وان انا هفضل مكمل في ده كتير. شده بقى الافكار السلبيه على الاطلاق ان انا اوصل اني اكون بفكر في الانتحار، او مش بس كمان التفكير في الانتحار، ان انا فعليا بنفذ او باخد خطوات جاده في التنفيذ بالفعل. السؤال بقى هل كل الناس لما يجي لها اكتئاب هيجي لها كل الاعراض دي مع بعض؟ الاجابه لا، ده بيتوقف على حسب شده اعراض الاكتئاب عندي. في ناس بيبقى عندها اعراض اكتئاب بسيطه، في ناس بيبقى عندها اعراض اكتئاب شديده، في ناس بتبقى عندها اعراض اكتئاب متوسطه، في ناس بتبقى عندها اعراض اكتئاب شديده جدا. فمش كل الناس اللي هيكون عندها اكتئاب هيجي لها كل الاعراض دي كلها مع بعضها. ففي ناس هيجي لها جزء من الاعراض دي، في ناس هيجي لها كل الاعراض دي، في ناس هيجي لها اغلب الاعراض دي، في ناس حتى لما هيجي لها حتى لو جالها كل الاعراض تبقى اعراض عندها شديده واعراض عندها متوسطه واعراض عندها بسيطه، في ناس هيجي لها اعراض واعراض. فمش كل الناس اللي عندها اكتئاب هيجي لها كل الاعراض دي، بس بشرط ان انا لو عندي على الاقل 3 أو 4 اعراض من دول مستمرين معايا لمده اسبوعين او شهر متصلين، انا فعليا محتاجه ان انا اروح للعياده. طب ايه بقى انواع الاكتئاب؟ خلينا نتفق ان الاكتئاب ليه انواع كتير، وفي كل الانواع اللي انا هقولها دلوقتي كلهم تقريبا هيكونوا مشتركين في نفس الاعراض اللي انا قلتها من شويه، بس عشان نفرق بين كل نوع والتاني هيكون في عرض مختلف كده عشان يميز نوع الاكتئاب ده عن النوع ده. في انواع اكتئاب بتيجي للسيدات زي اكتئابات اللي ليها علاقه بالدوره الشهريه او اللي ليها علاقه بالحمل او بالولاده، ودول انا هعمل لهم فيديو لوحده، وكمان كنت اتكلمت كده في ريلز قصيره هتشوفوها الفتره اللي جايه بتكلم فيها عن الموضوع ده. من الاخر كده المحتوى بتاع الفيديوهات ديت هتلاقوه كله نزل في شهر 3 بحكم يعني ان شهر 3 هو الشهر بتاع التوعيه بالمراه وكل الحاجات دي كلها. فمن اول شهر 3 هتكون هي دي كل الفيديوهات اللي احنا هنتكلم فيها، وهيكون ده ان شاء الله هو البودكاست اللي جاي اللي هتكلم فيه عن الموضوع ده. وفي بقى الميجور ديبريشن او اللي هو بنسميه نوبه الاكتئاب الاساسي او الاكتئاب الشديد جدا، ده بيكون اشد انواع الاكتئاب ولازم ان هو يستمر مده يعني ما تقلش عن 6 شهور متصله. النوبه بتاعه الميجور ديبريشن بيجي تقريبا فيها اغلب او كل الاعراض اللي انا كنت قلتها وبشكل شديد جدا جدا. في برضه من انواع الاكتئاب حاجه اسمها الاكتئاب التفاعلي، يعني اكتئاب يجي لي نتيجه مشكله شديده جدا انا مريت بيها، يعني وليكن مثلا حد خسر شغله، حد مثلا مر بظروف صعبه جدا كتجربه عاطفيه او طلاق، حد اترفد من شغله، حد خسر كل فلوسه، حد فقد شخص عايز عليه، حد جاله مرض شديد جدا. الشخص ساعتها في اللحظه دي ممكن، مش كل الناس يا جماعه يمروا بمشاكل هيجي لهم اكتئاب تفاعلي، فممكن من شده المشكله ممكن ان انا اكون عرضه ان انا يجي لي حاجه اسمها اكتئاب تفاعلي، بيكون اكتئاب بسبب المشكله. علاج الاكتئاب اللي بيكون من النوع ده
ان احنا بنعلم العيان حاجه اسمها مهارات لحل المشكلات عشان تساعده ان هو يقدر انه يخرج من الحاله اللي هو فيها، بالاضافه طبعا لعلاج اعراض الاكتئاب اللي بتكون عنده. في حاجه اسمها الاكتئاب الذهاني. الاكتئاب الذهاني ده اللي بيميزه ان هو مش بس ان لما بيجي للعيان ان هو بيكون عنده كل الاعراض اللي احنا اتكلمنا فيها او اغلبها، بيكون معاها كمان هلاوس وضلالات. الاكتئاب الذهاني بالذات لازم العرض على الطبيب النفسي والمعالج النفسي، ولازم العرض على الطبيب النفسي قبل المعالج النفسي، وده لان الاعراض بتاعته بتكون اعراض فيها هلاوس وضلالات بتحتاج للتدخل الدوائي مع العلاج النفسي، والعلاج الدوائي كمان هيكون هو ليه النصيب الاكبر في النوع ده من الاعراض. بعد ما عرفنا بقى ايه هي اعراض الاكتئاب، كمان ايه انواعها، عايزين بقى نعرف طرق العلاج. يا ترى الشخص اللي بيجيله اكتئاب ده ممكن يتعالج بطرق شكلها ايه؟ فخلينا نتكلم ان احنا عندنا طريقتين اساسيتين في طرق علاج الاكتئاب. اول حاجه طبعا العلاج الطبي اللي هو العلاج الدوائي، ان انا اروح للدكتور ويديني دواء. تاني حاجه العلاج النفسي، ان انا اروح للمعالج النفسي يكون شخص معاه رخصه العلاج النفسي او متدرب على الاقل تحت اشراف الطبيب النفسي. والعلاج النفسي اللي هو زي العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي والعلاج بالتقبل والالتزام. وفي الغالب هحتاج نوعين العلاج مع بعض، مش ان انا اللي اقرر واقول هاخد ده لوحده او هاخد ده لوحده. يساعدني ان انا اخد قرار زي ده، والشخص المتخصص هو اللي يقول لي ايه الحاجه بالظبط اللي انا هكون محتاجها على حسب طبيعه مشكلتي وعلى حسب طبيعه حالتي. متوسط مده الجلسات عموما بيكون من 3 ل 6 شهور، بمعنى ان انا ممكن اقعد وقت اقل من 3 شهور، ممكن انا اقعد وقت اكتر من 6 شهور. برضو ده متوقف برضو على طبيعه مشكلتي وطبيعه حالتي وطبيعه شده المرض عندي عامله ازاي. ممكن تكون شده المرض عندي شديده او بسيطه او متوسطه. عشان كده دايما بنقول اللي يقرر لي عدد الجلسات واللي يقرر لي هاخد ده ولا لا هو فريق العلاج بتاعي، من حيث المعالج النفسي بتاعي والطبيب النفسي بتاعي. بعد ما عرفنا بقى اعراض الاكتئاب وانواع الاكتئاب واشكال العلاج بتكون عامله ازاي، بعد ما عرفنا كل الحاجات دي كلها، طيب انا بقى لو عايز ان انا ما يجيليش اصلا اكتئاب، هي مش هتبقى كده بالظبط، بس لو انا عايز ان انا اعمل لنفسي وقايه من الاكتئاب، المفروض ان انا اعمل ايه؟ حاجتين مهمين هيساعدوني ان انا فعلا ما يجيليش اكتئاب او ان انا اكون اقل عرضه اصلا للاكتئاب. اول حاجه خالص نمط الروتين الصحي بتاعي. لو انا عندي نمط روتين صحي في النوم، في الاكل، في العادات الصحيه، ان انا بمارس رياضه خفيفه بانتظام، كل دي حاجات هتساعدني ان انا بالتدريج لما اكون بمارس ده بشكل يومي، ده يساعدني ان انا هيحسن من حالتي المزاجيه، هيحسن من الكواليتي اوف لايف بتاعتي، فبالتدريج هيحسن من كيمياء المخ، هيخليني ان انا اقل عرضه للتغيرات المزاجيه الشديده. الحاجه الثانيه بقى هي افكاري، الطريقه اللي انا بفكر بيها عن نفسي وعن حياتي وعن مستقبلي. لو انا بفكر بطريقه سلبيه بشكل كبير، طول الوقت بركز على الافكار السلبيه، طول الوقت بركز على عيوبي، طول الوقت بركز على الحاجات الوحشه اللي انا تعرضت لها في يومي، مش بحاول ان انا اركز على اي حاجه كويسه انا مريت بيها في يومي، مش بحاول ان انا اقول لنفسي ان اليوم فيه حلو وفيه وحش، فيه الخير وفيه الشر، فيه الحاجه كويسه وفيه الحاجه اللي مش كويسه، وان هي دي الحياه، وان انا لازم اقبل الحياه بكل تغيراتها، والحياه مش هتفضل حلوه طول الوقت، برده مش هتفضل وحشه طول الوقت، ومش هتفضل عاديه طول الوقت، فيها كده وفيها كده وفيها كده. كل ما كان تركيزي اكتر على افكاري السلبيه وعلى المواقف الوحشه او الصعبه اللي انا بتعرض لها في اليوم، كل ما ده هيبقى عرضه ان انا يجي لي اكتئاب بشكل اكبر. لكن كل ما انا احاول ابدا ان انا اقبل طبيعه يومي وطبيعه التغيرات اللي بتحصل في اليوم، وان في حاجات انا ممكن اقدر عليها وان في حاجات انا ما اقدرش عليها، في حاجات ممكن تساعدني وفي حاجات ممكن ما تساعدنيش، في ناس هيحبوني وفي ناس مش هيحبوني، وان هي دي الحياه الطبيعيه، وان هو ده الطبيعي، وان اللي انا في دماغي مختلف عن دماغات الناس التانية، الحاجه اللي انا بفكر فيها غير الحاجات اللي الناس التانية بتفكر فيها، ان انا ما افضلش طول الوقت اتعامل مع نفسي على ان الحاجه اللي انا شايفاها هي لازم كل الناس تكون شايفاها، لازم اقبل الحاجات اللي بتتغير حواليا، لازم اقبل التغيير، لازم احاول ان انا اقبل افكاري، الوقت اللي هيجي لي فيه فكره سلبيه والوقت اللي انا هيجي لي فيه فكره ايجابيه، احاول اقبل كل التغيرات ديت واحده واحده، احاول ان انا اتعامل مع افكاري على قد ما اقدر، ان انا مركزت مع افكاري السلبيه. كل ما انا حاولت ان انا اتعامل مع الافكار بتاعتي وان انا مركزت مع افكاري السلبيه، احاول اركز يعني بالبلدي كده على نص كوبايه المليان، كل ما ده هيساعدني ان انا ابعد تماما عن فكره ان انا يجي لي اكتئاب. كل ما انا اكون اشد حساسيه لكل الكلام اللي بيتقال لي، كل ما انا هكون عرضه اكبر بشكل كبير ان انا يجي لي اكتئاب. مش غلط خالص ان انا افرغ مشاعري وان انا ازعل، اللي هيخليني ان انا اوصل لاكتئاب ان انا استمر المده الطويله جدا في الحزن وفي الزعل ده. وبس كده، دي كانت كل حاجه النهارده اتكلمنا فيها عن الاكتئاب. ما تنسوش تعملوا لنا لايك شير للفيديو، ما تنسوش فعلا لو انتوا حاسين ان الفيديو ده فعلا مفيد ابعتوه لاصحابكم، يمكن يكون سبب ان هو يساعد ناس تانية كتير انها فعلا تحاول ما توصلش لاعراض زي دي. وما ننساش ان احنا فعلا لو حسينا باي اعراض زي كده ان احنا ما نترددش ولو للحظه ان احنا نروح العياده النفسيه، وافتكروا دايما انتوا مش لوحدكم، انا موجوده هنا معاكم. ما تنسوش ان انتوا تدخلوا على الويب سايت بتاعي عشان تتابعوا كل المقالات الجديده اللي انا بكتبها اول باول.